السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة ان شاء الله. رايحين نعمله مع بعض القرص الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، قرص السبع معالق. قد ايه سهلة وبسيطة واقتصادية جدا ان شاء الله. تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. قد ايه سهلة وموفرة وجميلة جدا، وكمان بطعم اليانسون. شايفين قد ايه هشة وفي منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. شايفين الجمال؟ يلا كده نبتدوا مع بعض ونشوف الطريقة. معايا هنا كوباية من الحليب. هنزل عليها بمعلقة كده من السكر، معلقتين من الزيت. هنزل كمان بمعلقتين من الخل، والخل ده محسن جميل وبيخلي العجينة بيضة كده وجميلة. هنزل ببياض بيضة، هنزل عليها بالفانيليا. هنزل كمان هنا بمعلقة كده من الخميرة، وهنزل بمعلقة من اليانسون. رايحة اقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه بالشكل ده. طبعا الخميرة انا عارفة ان هي نشطة وجميلة جدا. بعد كده بقى معايا هنا نص كيلو من الدقيق المنخول، عليه رشة من الملح. هنزل بكمية الدقيق ورايحة اقلب الدقيق لحد الدقيق ما يتشرب المادة السائلة كويس قوي. بعد كده بقى هبدأ اعجن بايديا عجين كويس جدا. ضفت هنا كمان ربع كوباية من المية. بعد كده عجنته كويس قوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. يعني العجينة اخدت مني كوباية وربع حليب على مية. بعد كده نزلت كده بنقطة زيت في الطبق، ودهنت كمان العجينة وغطيتها بكيس من اكياس التلاجة علشان ما تعملش اي قشرة ولا حاجة. غطيتها وسبتها في حدود 5 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده بقى رايحة اجيب صينية الفرن. هنزل عليها بنقطتين كده من الزيت، رايحة ادهنها كويس قوي عشان لما اقطع عليها القرص وافردها ما تلزقش في الصينية. رايحة اقطع بقى القرص اصغر من القرص الطرية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا قطعت الكمية كلها بنفس الطريقة، وبتسيبي مسافة بين كل قرصة والتانية عشان لما تفرديها ما تلزقش منك. زي ما حضراتكم شايفين كده يا دوبك ضغطة خفيفة كده، ما تخليهاش رقيقة منك. طبعا رايحة اسيبها كده تخمر لحد حجمها ما يتضاعف بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وفي الحر ما تسيبيش العجين يخمر اكتر من اللازم عشان لما تيجي تخبزيه في الفرن ما يفتحش منك ويديكي نتيجة كويسة. طبعا دهنت الوش هنا صفار بيض على معلقتين حليب على معلقتين سكر ونقطة فانيليا قبل ما يدخل الفرن مباشرة. خبزت في الفرن الغاز العادي، سخنته وهديته ودخلته سويته بالشكل ده. لو في فرن البوتاجاز على اعلى درجة حرارة في الرف الاوسط مع المتابعة. طبعا شايفين بقى السوا وشايفين الجمال. الف هنا وشفا حبايبي. يا رب أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.